السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. ده كان فطار النهاردة. تعالوا بقى ما نشوف حولنا الفرخة المسلوقة المشوية ازاي. اول حاجة بقى كده ايه، صلي كده على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنا جبنا بقى ايه، الحلة. ماشي. طب انتي ايه كمية الجزر اللي انتي بشرها دي يا ام زيزو؟ كمية الجزر دي انا هاخد منها تلتين وهسيب التلت. والفلفل الاحمر متقطع وبصل. تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه. حطينا زيت كمية تمام كده حلوة معتبرة، ما تستخسريش. كتري يعني وظبطي اكلتك، مش لازم الاستخسار. بعد كده حطينا حتة سمنة وهنسيبهم كده بقى ايه يسخنوا. كنت طبعا مقطعه هنا ايه البصل. بصل تسبيكة المحشي يفضل ان انت تقطعيه بايدك، ما ينفعش في كبة. كبة ده بصراحة يعني انا ما بحبهوش بصراحة يعني، وكل اللي بيجربوا البصل بالذات للمحشي ما ينفعش في كبة. بعد كده بقى ايه، جبت البصل حطيته كده على الزيت. هسيبه بقى كده ايه يتشوح شويه. طبعا انا مقطعه الفلفل. طبعا لو عندك بقى فلفل الوان ما تستخسريش برضو، قطعي فلفل اخضر احمر اصفر، كل حاجه قطعيها. كل الحاجات دي بتحلي طعم ايه المحشي. انا بقى هنا كده ايه اخدت ايه التلتين للجزر وسبت التلت التاني، هتشوفوا هعمل بيه ايه دلوقتي. هنا بقى ايه بتشوحي كده ايه البصله، بتسيبها تتشوح ما تخليهاش تتحرق، خليها كده ايه مصفره كده وجميله. خليها حلوه يعني ايه ما تحرقهاش. اللي يقولك بقى احرقي البصله عشان المحشي يحمر والكلام ده كله، لا مفيش الكلام ده خالص. انا هعمله قدامكم دلوقتي وهتعرفوا التكايه بتاعته مزيزو في المحشي ايه. ادي كده بصوا، مدهبه مفيش حرقان مفيش اي حاجه خالص كده فيها. هنزل بقى ايه بالجزر والفلفل. هتقلبي بقى الجزر والفلفل كويس قوي وتسيبيهم كده يتشوحوا كده ايه مع البصلة، يتبالوا خالص ويتشوحوا. مجرد بس ما انت تشمي الريحة بتاعت الفلفل كده والجزر طلعت، اعرفي ان كده ايه خلاص يعني التشويحة بتاعتك كده تمام. هنا بقى الطبق ده فيه مرقة وفيه لوري فيه بابريكا فيه بهارات فراخ فيه شطة وكمون، فيه ملح ابيض. كل حاجة هنركنه كده على جنب، ملهوش اي لازمة وملهوش اي علاقة معانا دلوقتي بالتسبيكة عشان ما تمررش معاكي. فرمنا بقى طبعا ايه شفشق الطماطم ده ونزلناه ايه كده بقى ايه على الجزر والبصل. معلش، ما مش مركزة يعني، معلش. سيبناه هنا بقى كده هيغلي. طبعا ايه الجزر اللي انا سبته. طب انت سبتيه ليه يا ام زيزو؟ تعالوا بقى اقول لكم سبته ليه. هنا كده معانا فرخه. الفرخه دي 2 كيلو و200. طب الفرخه دي طب مش هينفع ان انت تشويها؟ لا هو عادي بينفع، اي حاجه بتنفع، بس احنا عايزين النهارده شوربه وعايزين فراخ مشويه. هتعملها ازاي يا ام زيزو؟ جبت هنا البصل عملته في الكبه، وهنا الجزر، وطبعا هنا بهارات فراخ ومرقه وفلفل اسمر وملح ابيض وسكر. سكر مش كتير. وطبعا ايه بتتبليهم كده مع بعض. بتمسكي بقى الفرخه زي ما انت شفتي كده ايه بالسكينه بتقطعي الصدر بتاعها من تحت الجلد وبتغرزي كده الوراك. بتفتحي كده الفرخه من جوه. بتمسكي بقى الحشوه دي التتبيله دي وبتدخليها كده فيها. بصوا انا هنا كده كنت بحط في الفتحات اللي انا فتحتها في الصدر من جوه في النساير. بصوا اهي كده بقى بتحط فيها الحشوه دي. بصوا بسم الله ما شاء الله. لو انت عايزه تدخليها على كده في الشوايه او في يعني تعمليها بورق فوين وتدخليها جوه الفرن في صينيه، برضه هتشوي معاكي وهتبقى تمام التمام. لوز اللوز زي ما بيقولوا. هنا بقى كده انا عملت التتبيله كلها عملتها في الفرخه، وهنا هقفلها كده. بصوا بقى انا كده ايه سبتها طبعا ايه متفتحه من جميع الجهات، مفيش الا الجلد بس هو من بره هو اللي ايه اللي حاميها بس كده عشان كمنظر يعني مش اكتر. هتعملي بقى ازاي يا ام زيزو؟ هتطلعي شوربه ازاي وهتشويها ازاي؟ هقولك هطلعها ازاي. هنا اول حاجه كده هنجيب بقى ايه، بصوا ادي كده البهارات كده نزلناها بعد ما التسبيكه خلاص يعني بقالها 10 دقايق واقفل عليها. بصوا حمرا وجميله بسم الله ما شاء الله. ننقلها بقى على العين كده ايه نوطي كده عليها ونسيبها على الهادي. نجيب بقى الحله دي، نجيب بقى كده ايه معلقه سمنه. نزلت كده ايه في الحله كده ايه بالسمنه. بصوا انا الريحه جميله جميله بصراحه يعني، كل شويه كده تفتحي كده وتشم الريحه من جمال ريحه التسبيكه. هنا بقى ايه حطيت السمنه. هنزل كده بقى ايه بالفرخه اشوحها بقى كده ايه شويه. مش هخليها تتحمر او هخليها تاخد لون او اي حاجه، لا عادي لو انت عايزه تعمليها كده يعني تسيبيها تاخد لون مفيش اي مشكله، الافضل برضو. بس انا فعلا انا كنت مستعجله هنا، وده يعني الحمد لله الاكل كان ما خدش برضو معايا وقت على طول.
بصوا بقى هنا كده بتجيبي البصل بتقطعيه كده بعد ما انتي بتشوحي كده فيها، والجزر والطماطم، وتقطعيه كده ايه عليها برضو، بياخد تشويحة كده في السمنة. بتحطي بقى ايه بهارات فراخ، بتحطي مرقة، بتحطي فلفل اسمر، بتحطي لوري، بتحطي حبهان. بصوا البرطمان الكبير ده مزيز، البرطمان ده ورق لوري. طبعا عشان بجيب كمية فما ينفعش في البرطمانات الصغيرة، فبحطه في برطمان علبة كبيرة. قلبي بقى كده ايه، بقعد اقلب بقى كده شويه، بسيبها تتشوح على جميع الجهات. بعد كده بقى ايه نزلت كده بالميه المغليه عليها. بصوا الشوربه نفسها اصلا يعني تفتح النفس كده، بسم الله ما شاء الله، وريحتها جميله. هنغطي بقى عليها كده ايه ونسيبها كده تعيش مع نفسها. بصوا انا لقيت الميه شويه صغيره زودتها، واسيبها بقى كده. التكايه بقى بتاعتك بتاعت المحشي يا ام زيزو، التكايه بتاعتي معروفه في كل البيوت المصريه يا جماعه. انا عملتها معاكم قبل كده. بنحط بقى الطاسه وشويه زيت، وهنا التوم، وهنا فلفل احمر، وهنا كزبره ناشفه مطحونه. بنحمر الكزبره ونطحنها في نفس الوقت عشان تبقى تحتفظ بالريحه بتاعتها. بصوا هنا كده بقى بشوحها كده، بتنزلي بيها والزيت لسه بارد مش سخن عشان ما تتحرقش منك. بصوا بشمها ريحتها في منتهى الجمال يا جماعه. بعد كده بقى ايه، بعد ما بتتشوح بتحطي عليها معلقتين من الصلصه اللي انت عاملاها، وبتسيبيها بقى كده شويه على نار هاديه تستوي، علشان تسوي الفلفل وتسوي الكزبره الناشفه، ما تبقاش معاكي باينه في الصباع المحشي يعني حبيبات كده، او بعد حتى ما انتي فرمتيها في المطحنه. لا لازم تسويها تستوي شويه. وطبعا ما تزوديش على التخديعه كلها التسبيكه كلها، لاني لو اتبقى منك حبه هتحتفظي بيهم في الفريزر من غير توم من غير اي حاجه، بتبقى برضو ايه جميله. فانا بكتفي ان انا احمرها كده ايه في طاسه واسيبها تستوي شويه. هنا بقى ايه باخد كده، بصوا انا كنت بنقض التسبيكه علشان الحبهان واللوري اللي انا حطاه. بصوا بقى كنت عامله ايه، طبعا ورق العنب وكوسه وبتنجان وفلفل. ورق العنب بقى في الاسواق كتير بصراحه، وجميل جدا طعمه جميل، بسم الله ما شاء الله عليه. يعني انا كنا جايبينه جميل جدا. بصوا هنا بقى كده ايه عملت كده الخلطه بتاعه المحشي. لو انت عايزه تديها يعني ايه 10 دقايق على البوتاجاز برضو عادي مفيش اي مشكله. وده كان الاكل بتاعنا. وما تنسوش بقى ايه، اللي ما اشتركش يشترك ويعمل متابعه ويدوس على كلمه الكل علشان خاطر يوصلوا كل جديد. وما تنسوش بقى ايه في الكومنتات كومنت حلو زيكم. وده كان الاكل بتاعنا. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر.